عالسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فوت ناس. إن شاء الله اليوم باش نحكيو على السوبر كوب تاع البطولة التونسية. سوبر كوب؟ أنا سوبر كوب تحكي عليه؟ ترجي والكلوب. أنا ترجي والكلوب أجلوه يا ولدي. أجلوه؟ أيه أجلوه. نحضر احصائيات ودربيات ونفركس وندخل. شوف حاجه اخرى احكي على الكلاسيكو البرسا والريال يونايتد يتصرف حاسين شامبيونز ليج برشا حاجات. A few moments later. كويسكو الماتش تأجل وما عندنا على شنو باش نحكيو، دونك قررت باش نحكيو علاش الماتش تأجل. Really? الماتش كان متفق انه يتلعب لو 24 فيفري نهار الأحد في قطر، وفي وسط الاسبوع عينت الجامعه ثلاثي التحكيم يوسف السرايري انور رحميله ويمن ملوش، الشيء اللي خلى الكلوب افريكان تحتاج ديريكتومون على الثلاثي هذا بتعلة انه عندهم سوابق تحكيميه مع الفريق. في المقابل خرج عضو المجلس الجامعي امين موغو ورئيس لجنه تعيينات التحكيم عواز طرابلسي باش ياكدوا انه لن يتم تغيير طاقم تحكيم اللقاء، باش يرد الافريقي ديريكتومون بمقاطعته للسوبر. في المقابل ليسبيرونس ما كانش طرف في هذا النزاع، اما زاد الطور خاصه بعد خروج معلومات تقول أن الشركة الراعية مازالت كي تأسد ومؤسسيها توانسة، وأنه هناك شبهة فساد حول الصفقة متاع السوبر. من الأشياء اللي علق عليها الجمهور هو قيمة العقد اللي يعتبر ضعيف جدا مقارنة بالمداخيل المنتظرة. من الحاجات اللي ما عجبتنيش هي التعليقات اللي خرجت ما بين زوز فرق. من جهة الترجي يتهم الافريقي بأنه هرب وما حبش يلعب السوبر، وتعلة التحكيم هي مجرد سبب للهروب. في المقابل الافريقي يعتبر انه كاس السوبر هذايا هو مجرد محاباة للترجي في موسم المئوية. النوع من هذه المواجهات ولينا نشوفوه ونركزوا عليه اكثر من اللي نركزوا في الكرة في التيران، وهذا سبب من الاسباب اللي خلات الكرة متاعنا تدهور. وبعد الاتهامات هذه الكل خرجت الجامعة نهار الجمعة 22 فيفري زوز بيانات توضيحية، واحد حول تأجيل اللقاء والثاني حول الشركة الراعية ليه. البيان الأول اللي حكى على التأجيل جاء في النقطة الأولى يأكد على أنه المقابلة تأجلت وما تمش إلغاء. الحاجة الثانية هو أنه زوز فريقين مطالبين بتأكيد المشاركة متاعهم قبل نهار 3/26. النقطة الثالثة حكيت في حالة رفض أحد الفريقين المشاركة فإنه مش باش يتعرض للعقوبة المادية وإنما يحرم في المشاركة من النسخة القادمة. النقطة الرابعة حكيت على صيغة أخرى وهي في حالة موافقة زوز الفرق وبعد رفض أحد الفريقين فإنه يتعرض لخصم زوز نقاط في البطولة وعقوبة مادية 200,000 دينار. وفي حالة رفض أحد الفريقين فإنه الجامعة هي المسؤولة عن تعيين الفريق الجديد. وفي نهاية البيان أكدت الجامعة أن طاقم تحكيم اللقاء سيكون تونسي مهما كانت الضغوطات. البيان الثاني اللي يتحدث عن الشركة، أكدت الجامعة أن الشركة موجودة في السجل التجاري القطري من 2015 ودعات الإعلاميين للتأكد من المعلومات اللي قاعدين يبثوا فيها. الآخر برجولية فديت مش نحكي كما يحكي الجمهور، هذا الكل ما يعنيناش كجمهور، لا يهمنا في الشركة القطرية لا شركة ليبية لا يابانية ولا إن شاء الله حتى أمريكية. اللي نحبوا نشوفوه هو طرح ديربي فيه زوج جماهير، عندنا برشا نحبوا نتفرجوا في ماتش كورة، فيه كورة بالحق مش هاو فلتان هاو علان هاو هذا هاو من هاو من الغادي. أنا واحد من الناس فديت على الآخر الماتش تأجل، وإن شاء الله الجامعة تعين اللقاء في أقرب الأجال باش نتفرجوا في زوج فرق يمثلوا الكرة التونسية أحسن تمثيل، خاطر ثم برشا عباد كان يستنى في الماتش وللأسف تأجل، اللي هي حاجة ماهيش باهية للكرة التونسية نتاعنا وللإشعاع نتاعها على المستوى العربي والإفريقي. إن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، ما تنساوش باش تابونيو في
الشين نتاعنا بالطبيعه. الكومنتات وين كومنتاتكم كما يقول ود عواطف، وان شاء الله نتلاقاو قريبا في حلقه جديده. باي باي الناس الكل.